أهلا بيكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من المداح. بعد ما شفنا مع بعض أحداث الحلقة 18 واللي كان أحداثها براءة صابر من قتل فاطمة وظهور تاج من جديد. أهلا وسهلا بكم في الحلقة 19 من مسلسل المداح. تبدأ أحداث حلقتنا النهاردة بدخول صابر لفاطمة وظهور تاج مكان فاطمة، وقالت لصابر مش كل مرة هقدر أنقذك يا صابر. وكانت الصدمة لصابر وسأل تاج ازاي وفاطمة حصل لها ايه. قالت تاج فاطمة كويسة ما تقلقش، دي كانت خدعة المليكة عشان أقدر أنقذ فاطمة وأساعدها، واخدع مليكة وتفتكر إن فاطمة ماتت وتبعد عنها. قال لها ازاي؟ قالت له اتنازلت عن حاجة مهمة جدا عشان أقدر أساعدك. صابر كان فرحان جدا ان في ناس واقفه جنبه كتير وبتساعده. قالت له تاج ما تقلقش، في ناس كتير جنبك يا صابر، ما تخافش وخليك قوي لحد ما توصل للورث. وقالت له انت لازم تمشي دلوقتي، يلا بسرعه حالا، هتروح هرم هوارة، في حاجه هناك مستنياك، الحصاد قرب، انت لازم تمشي. وبعت حد من اهل فاطمه يقعد معاه. وفي الوقت ده بيمشي صابر وبترجع تاج تخرج من فاطمه، وبترجع فاطمه زي ما كانت. اما عند رحاب ومنال، فمنال بتاخد رحاب وبتقعد معاها وبتبدأ تسألها انت ايه الحكاية قوليلي. فبتقول لها ايه، يبقى جوزك قالك كلام كتير من الكلام اللي هو بيقعد يهلفظ بيه. فبتقول لها وفيها ايه، مفيش فيها حاجة، انت فعلا ليكي علاقة بالدكتور سميح. فبتقول لها مفيش حاجة وانا لسه ما خلصتش العدة. فبتقول لها ده مفيش مشكلة وما تخافيش من كلام الناس، ده يبقى احسن قرار اخدتيه لو انت فعلا مع الدكتور سميح. اما عند سامح فبتروح له كاسية وبتقول له انت هتفضل قاعد كده، مش كل واحد حد ماتله هيفضل بالشكل ده، لازم تشتغل، لازم تخرج من اللي انت فيه، انا جاي علشان اساعدك ولازم ناخد حق هبة، وانت عارف مين اللي عمل كده ولازم نفضحه، لكن قعدتك دي مش هتعمل اي حاجة ومش هتساعدك في حاجة، لكن هتشتغل وتعمل فيديوهات هتفضحه، ولازم ناخد حق هبة من صابر ونعرف الناس كلها ان هو اللي عمل فيها كده، ونعرف هو ليه عمل كده فيها ونفضحه قدام الناس كلها. اما عند زين فكان بيقنع حسن ان هو ياخده المقبرة اللي جوه الارض، وبيضحك عليه وبيقول له ده احنا هنكسب منها كتير جدا وفيها حاجات كتير، وهنرجع تاني للعز اللي انت فيه، وهترجع فلوسك تاني وهترجع حاجتك تاني. وطبعا حسن مصدق، بس علشان نفتح المقبرة لازم تجيب لنا عيل صغير. بعد كده بيجي مشهد ان عند حسن وهو بيتكلم في التليفون، وبعد ما بيفصل التليفون بيجيله رسالة ان حد بعت له رسالة ان هو يقابله في مكان معين. اما عند رحاب ومنال فبتجيلهم ام حسن علشان تقنعهم ان هم يساعدوا صابر او ويقفوا جنبه، وخصوصا رحاب بتقول لها انت يا رحاب بالذات لازم تقفي جنبه، صابر طيب وغلبان وما عملش حاجه. فبتقول لها صابر بقى طليقي يا ام حسن، وكل اللي بينه وبينه عز، ولو على عز فانا هجيبهولك يقعد معاكي يوم كامل. وبتمشي ام حسن وتاني يوم بتوديلها رحاب عز ابن صابر يقعد معاها، فبيكون قاعده في الجنينه وهي قاعده معاه بتلعبه، وبعد كده بتسيبه عشان تجيب حاجه وترجع، فبيظهر له مليكه بتقعد تلعبه وتضحك معاه وهو يضحك معاها. وبعد كده بتجيله ام حسن، وبعد كده مليكة عشان تشغل ام حسن بتظهر هبة فيها بتشتغل بيها وبتقعد تتكلم معاها. وبيجي صابر يلاقي ان مليكة بتسحب ابنه وكانت فعلا، بس صابر بيلحقه على اخر لحظة، وبعد كده بياخده ويوديه لرحاب. وبتزعل ام حسن ان هو خده ومشى، فقال لها فام حسن بتقول له انت خايف على ابنك مني يا صابر. فبقول لها ما تزعليش مني ياما، انت ما انتش عارفه حاجه، انا لما تكون عايزه تشوفيه هجيبهولك واوديه. وبعد كده بياخده وبيمشي. بعد كده بنيجي لحسن لما راح يقابل اللي بعت الرساله، وبتظهر ان اللي بعت الرساله هي منال، وبتقابله وبتاخده معاها وبيروحوا مكان فبيبقى مش عارف هو ايه. فبعد كده بيدخلوا الاوضه بيلاقي اثار كتير، الاثار عباره اثار. فبتقول له خد اللي انت عايزه، انا خايفه عليك وما تمشيش مع زين ولا تشتغل معاه، هو اللي عمل فيك كده وهو اللي دبر لك كل الحاجات دي، انت ابو ابني وانا خايفه عليك، صدقني انا مش بضحك عليك. فقال لها انا مش انا مش اهبل عشان اصدقك، انتوا اكيد عاملين مع بعض لعبه، ولو حصل وان انت كنت متفقه مع زين عليا وعلى اعدائي. وبعد كده بسيبها وامشي.
بنروح عند صابر المداح، هو واخد ابنه ورايح عند رحاب، فبتقابله وهي خارجة من البيت، بتقول له انت جبته ليه؟ انا كنت هاجي اخده اخر النهار عشان خالتي. فقال لها ابنك ما عدتيش تجيبيه تاني، وخلي بالك منه وحافظي عليه كويس جدا، وبطلي الشغل اللي انت بتعمليه ده. اما عند ام عيشه، فبتكون ام حسن رايحه لها عشان تشكي لها من صابر، فبتقول لها ما تزعليش، انت شايفه اللي حصل لنا وهو خايف على الولد، فما تزعليش منه وما تاخديش على خاطرك منه، هو غصب عنه. وبعد كده بيكون جوزها جاي، بتقول له انت اتاخرت في صلاه العشاء، بيقول لها لا، وبيدخل ويسيبهم في الاوضه. بتقول لها معلش، هو من يوم عيشه هو كده، وما بيصليش ولا بيقرا قران ولا اي حاجه، وغلطت معاه. فبتقول لها ام حسن ربنا يهديه. اما عند صابر وهو مسافر في العربيه ورايح الهرم، المكان اللي مليكة اللي تاج قالت له عليه، فبيكلم في التليفون اللي هو المعلم اللي هو بيساعده، فبيرد عليه بيقول له مش عارف المكان ده، وبيظهر له عماد وبيعطله وبيوقفه طبعا بطلب من سميح. لكن عماد بيكون متردد، مش عايز يأذي صابر، فبيفكر ان هو يوديه في مكان يساعده. فبينزل صابر بيقف يحاول ان هو يصلح العربية، ما بتتصلحش، فبيتصل على حد عشان يبعت له ونش ياخده من المكان اللي هو فيه. فبيلاقي مكان وفي حد قاعد ونار شغالة، فبيروح يقعد معاه، بيقعد يتكلم معاه، وبيكون الراجل ده بيساعده اللي هو ظهر له، وبيقول له ان بيحكي له قصة، وبيحكي له ان في صقر ويمامتين وهم دول اللي هيساعدوه، وقال له خلي بالك من الكلام. وبعد كده بيشرب معاه الشاي وبيمشي. ألف تكون راجعة البيت بعد ما كانت مع حسن، فبتلاقي رحاب واقفة ومتضايقة ومتعصبة، فبتقول لها فيه، قالت لها اللي حصل، وقالت لها ان عز رجع وان صابر جابه وان هو خايف عليه، وانا خايفة عليه، وانا مش هوديه تاني عندهم خالص علشان انا خايفة على ابني. بعد كده بيكون سميح طالب عماد وبزعق له، بيقول له ان دي اخر محاولة ليك، بعد كده لو حاولت تساعد صابر هأذيك، انت مش مطلوب منك غير انك تنفذ الاوامر، ما تفكرش تاني بعد كده. ودي كانت احداث الحلقة 19 من المداح. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل فيديوهاتنا بإذن الله.